يا مساء الخير اخواتي. تعالوا بقى النهارده كده قبل ما نبدا الحلقه نصلي كده على النبي. الوقت طلب مني 3 ايس كوفي، 2 كراميل فانيليا، 1 فانيليا، حاجه كده عظمه. تعالى معلمكم الطريقه، اسهل طريقه سهله ممكن نقدر نعملها زي ستاربكس بالظبط، ويمكن احسن وموفر جدا في البيت. اول حاجه هنجيب الخلاط بتاعنا، بعد كده السكر هنحط على كل كوبايه 3 معالق سكر، يعني هنحط 9 معالق سكر من المعلقه الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، حاجه كده عظم قوي. بعد كده هنكون مجهزين 3 معالق نسكافيه من الظرف الصغير لو متاح في البيت، او برطمان النسكافيه، يعني 3 معالق نسكافيه، وهنحطهم فوق السكر. بعد كده هنكون مجهزين كوبايه ميه زي اللي انتوا شايفينها ديت كده صغيره، وهنقوم حاطينها فوق الخليط بتاعنا. تمام قوي. بعد كده هنغطي وهنسيبه يتضرب لمدة 10 ثواني. تمام، احنا كده سيبناه لمدة 10 ثواني. نشيله بقى كده من على الخلاط ونشيل الغطا ونسيبه كده مع نفسه شوية. بعد كده هنجيب 3 كوبايات من الكوبايات الشفاف. طبعا مش هيكون متاح عندنا في البيت كوبايات من البلاستيك، ممكن كوبايات ازاز عادي قوي. بعد كده هنجيب الفليفر بتاعنا اللي هو صوص الكراميل، وطبعا في البيت ممكن ما يكونش متاح صوص الكراميل ده، بس مش مشكله، يعني ممكن نستخدمه كده من غير الفليفرات اللي انتوا شايفينها. بعد كده هنحط حبه صوص كراميل كده في معيار معلقه صغيره، والكوبايه التانيه برضو صوص كراميل في معيار معلقه صغيره. وهنجيب صوص الفانيليا، هنحط حبة صغيرين خالص معلقة صغيرة، وهنا برضو كذلك. والكوباية التانية اللي هي التالتة مطلوبة بالفانيليا بس، هنحط معلقة صغيرة. تمام اوي. وتمام كده. بعد ما حطينا الفليفرات، ولو مش موجوده في البيت مش مشكله خالص، ممكن نستخدم صوص الفانيليا بتاع الحلويات، يعني نحط كده مثلا سنه في كل كوبايه او حاجه كده عظمه، يعني لا تذكر كده، حاجه بسيطه قوي. بعد كده هنقوم نازلين عند الايس ميكر وهنسحب التلج كده، وعلى كل كوبايه هنحط نص كوبايه تلج. بعد ما حطينا التلج هنحط على كل كوباية نص كوباية لبن. حطينا على كل كوباية نص كوباية لبن بالظبط. بعد كده هنجيب صوص الكراميل اللي هو التقيل شوية، وهنجرنش كده، نزوق الكوباية بحاجات بسيطة خالص، يعني حاجات خفيفة جدا بس كده. تمام كده. حطينا الفليفر وحطينا التلج وحطينا اللبن وصوص الكراميل التقيل، لو مش موجود مش مشكلة خالص. بعد كده هنجيب الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط، وهننزل بقى كده بالخليط بتاعنا فوق اللبن والتلج. سهل جدا وبسيط، وممكن نعمله في البيت بمنتهى السهولة، يعني ده على طريقة ستاربكس، يعني طريقة سهلة جدا وبسيطة، مش محتاجين اللي احنا ننزل خالص يعني من بيوتنا، ممكن نعمله بنفس الطريقة ديت، سهلة جدا. نوزع كده القهوة بتاعتنا على ال3 كوبايات. تمام قوي زي ما انتوا شايفين اهو، حاجه كده عظم قوي. بعد كده نيجي من فوق الوش كده، لو عندنا شويه كاكاو كده خفاف او صوص كراميل، اي حاجه نقدر نزين بيها يعني، ولو مفيش مش مشكله خالص، يعني هو برضو هيدينا الطعم اللي احنا بنحبه. تمام قوي كده. بعد كده بقى هنغطيهم.
هما كده بقوا تمام، حاجه كده عظمه قوي. يا ريت تعملوه في البيت وتقولوا لي رايكم ايه. بعد كده هنقدمهم بقى وبالهنا والشفا.